حطيتها في قلبك وحبيتي تقري باش تعودي انت تقري صغارك. نمشي نقول لها بربي نغسل لك انا ونقضي لك باش ما يجيش راجل يبخس وتقري لي بنتي. المفيد هي تقري لك بنتي. اي والمفيد بقدرة ربي نجحت وواصله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كافة متابعي قفصة اليوم في الحقيقة حلقتنا سبيسيال على الآخر، مختلفة برشا على بقية الحلقات اللي كنا طرحناهم وكنتوا تفرجتوا عليهم طيلة زوز مواسم. اليوم اخترنا أن نمشوا نخوضوا تجربة مع كبار السن. التجربة هذه كانت في مدرسة حي المنزة في منطقة راس الكيف قفصة، وين دخلنا للمدرسة الداخل وحضرنا في قسم لتعليم الكبار، وكنا رافقنا أماتنا اللي أعمارهم كانت تتراوح ما بين 40 حتى ل 60 سنة، اللي خاضوا تجربة الدراسة في عمر متأخر برشا. نشوفوا مع بعضنا الحلقة كيفاش كانت مع تجربة مزيانة برشا. كيف ما كنتوا تشوفوا احنا موجودين داخل قسم وين اماتنا الكلهم قاعدين يقروا ويسترجعوا في ذكريات الطفوله اللي ربما تحرموا منها وهم صغار، والا ما اسعفهمش الحظ انهم يكملوا قرايتهم. باش نشوفوا معنا السيدات اللي موجودين اليوم في القسم، محلاهم ومحلى لمتهم، باش نشوفوهم كيفاش كانت التجربه وقت اللي خاضوا المرحله نتاع التعليم، وكيفاش كانت حياتهم بعد لا دخلوا يتعلموا. مرحبا بيك مدام. بيك حنان. شنو اسمك؟ فاطمة عبد الله. مدام فاطمة، كيفاش جاتك الفكرة انك تدخلي تتعلمي؟ والله نشكر انستنا الساعة، هي اللي جتنا ودارت علينا، ونشكر فاتن بنت حونتي، هي بنت محمد صالح، هي اللي هي ثانا كانت سبب في قرايتنا، وكنا مشنا حاطين في الفكرة دي خلاص في بالنا، والحمد لله والله بالكدا. وكنت ما نعرفش حتى اسمي، وليت نعرف نكتب الحمد لله. حاجة سمحة يعني جتنا لبقعتنا، ولينا طورناها بالمنسج وطورناها بالمسرحية، والحمد لله بقعتنا سمحة. الحمد لله. نشكروا أنستنا ثانا فاتن واقفة معنا، واقفة سمحة. يعطيها الصحة. معنا سيدة الأخرى. مرحبا بيك. مباركة أحمد. مرحبا يا لله مباركة. مرحبا. التجربة نتاع انك باش تدخلي للمدرسة كيفاش جت لبالك؟ والله بنيتي فجأة قاعدين في دارنا، احنا دار امي ديما ملمومين، احنا بنات الحومة الكل قاعدين، دخلت علينا فاتن بنت خالتي قالت اسمع تحبوش تدخلوا تقروا؟ والله قلنا لها احسن حاجة، ذنب مش ذنبنا، احنا ما قريناش، والدينا ما قروناش الله يسامحهم. كي جت فرحنا الحق، انا كي جت طول ما نلقى السيدة قلت لها والله صدقني راني نحب نقرا ونحب معناها فرحانة وبجد. قالت لي تما شكون اعترض ما تحبوش نقرا؟ لا ما فيهاش حشمة القراية، والإنسان قد ما يكبر يبقى ديما راهو ناقص كل شيء، قد ما تعلم ما تعلمت شيء. خذينا ناخذ التجربة ودخلنا معاها، والحق والحمد لله ديما من حسن إلى أحسن. هانا كانت صغيرات ونعملوا حوايج جديدة نفرحوا، وين جينا هكا نشاط جديد نفرحوا به، وديما نحبوا جديد. الحمد لله. الحمد لله. إذا فاتن كانت هي سبب باش يدخلوا النساء الأمهات. هاجر كانت هي سبب باش يدخلوا أمهاتنا في تعليم الكبار. حابت نسألكم، كنتوا تتحسروا خاطر ما قريتوش؟ لا ديما نتحسر والله، ديما صح كي يجيك صغير ويقول لك ماما علمني ولا وريني ولا يوجعك خاطرك، تحسها حاجة توجع من الداخل. ديما تحسهاش خلاص. كان نهار اللي يجي صغيرك يسألك على حاجة ولا يحب يتعلم حاجة ولا يقول لك وريني ولا هزني، تمشي لجارتك ولا تستنى باباه ولا تستنى شكون يوريله، أكبر وجع. وانتي مادام لي تعدى عادي، ما خاطر سي الراجل وخذيته والصغار جبتهم، أما كصغيرك تحسها بالحق مع صغارك. وانتي مدام مليكة كيف ما زميلتك كنتي تتحسري، مدام فاطمة كنت تتحسري انك ما دخلتيش تقري؟ والله انا حتى كي نمشي للصفر ويقولوا لي يا عمري الورقة اشتر يتنحى، مش نكذب لك، اشتر يتنحى، لا نعرف حتى شيء، ما نعرف من الورقة ذيك ما نعرف حتى حاجة. حسيتي انه حياتك بعد دخلتي للمدرسة وقعدتي في القسم مع زملائك، حسيتي انه حياتك تبدلت حتى شوي؟ تبدلت الحمد لله والله تبدلت.
الحمد لله. نحمدوا ربي ونشكروه. الحمد لله. والله. وانت مدام؟ اسمع كاك الصغير النهار اللي نباتوا في الليل، اسمع عندي درس. انيستي قالت لك انيستي قالت تاخذ من الدرس، يا بنات صغار يضحكوا. ماما قولي لازم تحفظ الدرس كنيسه اليوم ايش تعمل؟ نقول لهم ضرب الهضره ثم عقاب. يلزم نحفظ الدرس، يلزم نكتب الدرس. فرحانين كاك الصغيرات برك فرحانين، يستنوا وقتاش يمشوا يقروا وقتاش يحضروا وقتاش. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حاجه ما عملناهاش وعملناها ونحبوا نعملوها كيما عاشوا صغيراتنا، فرحانين بقرايتهم حتى احنا فرحانين به. الحمد لله. حاجه باهيه مش خايب. إذا هي الحقيقة راهي الفرحة باين على عينيهم صدقا. لمتهم سمحة ويسترجعوا في ذكريات صغيرة، بليتو ذكريات ما عاشوهاش في صغرهم. نحبوا نعيشوها واحنا كبار. نسالش المفيد يعيشوها صغار كبار، المفيد يعيشوها. إذا أنت وعلى يميني الحاجة السيدة وعلى يساري الحاجة أم الخير باش نشوفوا زادة معاهم كيفاش كانت تجربتهم بعد لا رجعوا إلى مقاعد الدراسة. مرحبا بك يا حاجة. عايشك. بكلك فرحة وبكلك ضحكة مزيانة طول عمرك. فرحانه يا فرحانة خاطر رجعتي تقري؟ ايه علاش لينا قبل انا بابا ما قرانيش وجارتي نمشي انا نغسل لها لام عين باش تقري بنتي في السنه الاولى. جيتي بك تقول لي يا ماما راني ما حفظتش الدرس، نمشي لجارتي والله بالملحق راه حطيتها في قلبك وحبيتي تقري باش تعودي انت تقري صغارك. نمشي نقول لها بربي نغسل لك انا ونقضي لك باش ما يجيش راجل يبخسها وتقري لي بنتي. المفيد هي تقري لك بنتك. اي والمفيد بقدرة ربي نجحت ووصلت. اول ما سمعتي انه فما قسم لتعليم الكبار جيتي تجري حبيتي تقري؟ قالت لي جارتي قالت لي راي ثم باش يقروا الكبار. فرحت انا مشيت لها للدار، هزت لها بطاقه تعرفوا قلت لها ربي يسجلني وبحياة راسها ويطول عمرها الطفله الله ينجيها تقري فينا. هاجر الله ينجيها فرحت بينا الحق وتورينا وتقري فينا. انا شنو اللي غيظني كان معناها اللي ما قراش وراو قبل المعلمين والمديرين يجوا للديار. انا صرنا في المدير يجوا للديار. بابا قال الله يرحمه ويسامحه قال لهم لا بناتي ما قريهمش قري كان الاولاد والمدرسه قريبه بعثنا راهي ماشي بعيد وقدوا ما نبقوا نستحلوا ونبقوا نقول لا ما قريكمش انت قرا كان الاولاد وانا ما احنا البنات ما قراناش الكل. الله غالب الكلنا نعرفوا انه قبل فما عقليه انه الاولاد تقرا والبنيه مالها كان دارها ودار رجلها والاحاديث اللي عيينا واحنا نسمعوا فيها. والحمد لله انه جاء اولا القانون ينصف انه البنيه باش تتعلم، زاد الفكر والتربيه والقرايه خلت الاولياء يكون عندهم نوع من الوعي انه كما البنيه كما الوليد كلهم يدخلوا للمدرسه العموميه والمدرسه الخاصه ويقرأوا على رواحهم. تو باش نشوفوا تجربه مدام السيده كيفاش جاتك التجربه؟ هل كما زملائك سمعتي في الحومه انه فما قسم باش يتحل والا كيفاش؟ هاي جيراني بدو هما قبل هنا وانا كي سمعت قلت حتى انا كي نمشي للحان وتحط الحساب ما نعرفش نحسب، حتى نمشي للبلاصه ماشي لتونس ولا لصفاقس عندي ما دواء ولا حاجه تمشي نداوي ما نعرفش حتى ورقه باش نقراها ولا بلاكه ولا حاجه. هذيك علاش كي نلقى جيراني قالوا لي راه ثم من يقري هاي هاجر الله يرحم والديها وربي يثبت اجرها قالوا لي هاي نمشي نقرا. مشينا وليت فارحه وليت جيت نقرا ومن غير ما نشعر بروحي اصلا ما وليت حتى ما نعرفش. قلت لها يلزمني نعرف يلزمني بالسيف نعرف حتى كان الفكره وما عادش الواحد كبر اما يلزمني يلزمني نطلع الحرف يلزمني نطلع الكتيبه يلزمني باي طريق ولا حتى ذريتي مقروم يعني وما وصلوش هانم قاعدين بطاره يعني مش كيكاك لا قرو ولا قاعد. المفيد نتعلموا احنا ومن بعد كل حاجه توجي في وقتها. هاي نتعلموا نحن كما الاخر حتى شويه من شبابنا تو والواحد الله غالب الوالدين ما قروناش ربي يسامحهم. الله يسامحهم. كيفاش تشوفي الحياه بعد تجربه الدراسه؟ هو الواحد اخر واحد من كان يبدا انا مش بادي ليا برشا اما باديه تو فارحه يعني كني قاريه عام واثنين وثلاث ما شاء الله الواحد. حاجة أم الخير كيفاش تشوفي الحياة بعد ما خذتي التجربة السمحة هذه ودخلتي في القراية وتتعلمي وتقري وتحسبي؟ باهي القراية سمحة باهي ولات نعرف ولات نكتب بل تصدقني حتى كان نمشي للقفصة ونركب في كار المطار ما نعرفش الكار نتاع المطار نتاعنا تو ولات نعرف تو ولات كي نمشي نعرف كار نقراها البلاكة المطار نقرا البلاكة الحمد لله يا رب وبرشا حوايج ولات نعرفها برشا حوايج ولات نعرفها. تحبي تكملي ان شاء الله نكمل كلكاش لا يقولوا لي بطل. لا ما يقولوا لكش ان شاء الله يقولوا لي هما بطل
مرة أخرى على يميني الحاجة ياسمينة وعلى يساري الأخت سلوى. نشوفوا مع مدام سلوى كيفاش كانت تجربتها زادة كيما بقيت زميلاتها اللي دخلوا يقروا في سن متأخر شوي. مرحبا بك مدام سلوى. أنا حكم تحرمت معناها في صغري من التعليم. عشت مع أمي مريضة وجبرني بابا الله يرحمه باش نقعد مع أخوتي، لازمني أنا نقيم به. تحرمت من التعليم، قاعدة تحرقة في قلبي كيفاش أنا معنا ما تعلمتش، وكي نشوف في ندادي معناها هما وين وأنا وين، وكيفاش هما يقروا وصلوا فيهم التوظف وفيهم الثقافة وفيهم، وأنا قعدت بصراحة حياتي ظلمة. مرة قاعدة مع زوز نساء حسيتهم يقرضوا فيا بالفرنسي، يحكوا مع بعضهم معناها بالإشارة الفرنسيين يتحدثوا علي. مشيت لأختي حسيتها حارقة في قلبي، حكم الفضل يرجع لأختي فاتن محمد. قعدت تقري فيا في الدار، وبعدين قلت لي كي لقيت البرنامج هذا مع أخت هاجر فرحت بيه، دعمتني ولمت بنات خالتي وما تعلموش الكل، فرحت بالبرنامج وقلت لي يلزمكم تتعلموا، يلزمكم تدخلوا وتتنوروا وما تقعدوش هكا. بصراحة كي زدنا خشينا مع مدام هاجر حسينا روحنا مرتاحين ولقينا معاها الراحة، حسينا هي الحلت لنا الباب الكبير زادت. فرحنا بالبرنامج والحق قرينا وتعلمنا وحاجة باهية نحسوا روحنا تنورنا، وبصراحة ماشي الحسن اللي أحس. هو بالرغم اللي أنتي سنك أقل من بقية زميلاتك، خاطر هما تقريبا كلهم الأعمار تتراوح في 60 ولا حتى أقل شوي ولا أكثر شوي، أما أنتي تتسمي مقارنة بهم هما صغيرة، ولكن رغم ذلك أنتي ما قريتيش. صدقني أنا صغيرة نشوف نبدأ نخرج من الباب عقدايا بنات جيراني ماشيين يقروا، نخرج من الباب ونبقى نخزر لهم كيفاش هما ماشيين يقروا وأنا ماشني نقرا، لوين يتقوا عليا بعدين نولي نبكي، نقول علاش هما تعلموا وانا ما تعلمتش، علاش هما دخلوا المدرسة وانا ما دخلتش. الحمد لله ربي كاتب لك باش تقري في عمر معين. بصراحة الحمد لله يا ربي نورنا، وحسيت اللي تحرمت منه في صغرتي لقيته في كبري. الحمد لله الحمد لله ولله العوض. معايا الحاجة ياسمينة، انت زادة اكيد كما بقيت زميلاتك سمعتي في الحومة انه فما قسم لتعليم الكبار باش يبدأ في السنة الدراسية الحالية، اخترتي انك تدخلي تقري مع بقية نساء المنطقة هذه؟ اي من اللي سمعت الحقنا من امتي، من قاعده حرقه في قلبي القرايه ما قريتش، وديما وانت تعرض المشكله ديما نقول بابا الله يسامحك، امي تقول لي راني بريه منك اما باباك هو ما حبش. اما بقيت كي نمشي للسبيطار مثلا يقولوا لي لا ما تقراش، انا بلاكا نحرج نقول ما نعرفش نقرا نسكت، نبدا نسال في مرحوم والدينا شكون يقول لي عليك البلاقه نمشي له. ونشكر انيستنا هاجر الحق الله يرحم والدها، ديما نقول امتي الوحيده تجي نحو الاميه ونمشي نقرا فيها نكمل بلي على الاقل حتى بقيت عمري نولي نعرف شوي. حاجة ياسمينة، كيفاش لقيتي الحياة بعد دخلتي إلى مقاعد الدراسة وأنتي في عمر متأخر شوي كما نقولوا، خاطر صغيراتنا كل ديما يبدو يقروا في سن 6 سنوات، ما شاء الله عبد كبير، كيفاش ينجم يخوض هالتجربة هذه؟ والله فرحانة كأني نبات نحضر ونبات نكسر في راسي ويلزمني نعرف ويلزمني نقرأ، أني نافحة أني نولي نقرأ. انتي توا كيفاش لقيتي الحياة بعد لا خضتي كالعادة مع زميلاتك الدراسة؟ لا الحمد لله يا ربي، حاجة باهية، برنامج باهي، والحمد لله يا ربي، حاجة ما كناش متوقعينها بصراحة أن في يوم من الأيام باش نوصلوا له، وصلنا لها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والفضل يرجع لمعلمتنا بصراحة، ربي يبارك لها إن شاء الله. ديما نبقى ونقول إنه راهو ربي حدا كي ما يعطيناش فرصتنا تقري فينا بنية وضمير، الحق يرحم والدها مرتاحين، مش خايفين ولا تقري فينا بنية وضمير، الله يرحم والدها.
يعطيها الصحة مدام هاجر محبوبة تلامذتها. نرجع ونقول انه راهو كل شيء كاتب من عند الله. صحيح هما ربما الوالدين عندهم شوي ذنب انه ما قروش صغارهم في الستينات والسبعينات وحتى قبل الخمسينات والكل، ولكن ديما ربي باش ياخذ منا حاجة لازم يعوضنا بحاجة أخرى. وربما لو كانوا قروا في سن 6 سنوات ما كانش تكون تجربة كما التجربة هذه. معنا الحاجة تركية باش تحكي لنا هي زادة تجربتها بعد لخاضت تجربة الدراسة في عمر متأخر شوية. مرحبا بيك مدام. عيشك يخليك. كيف جاتك الفكرة انت زادة باش تدخلي تقري بعد السنين هذه الكل؟ انا صغري دخلوني للقرايه، الحق والدي يرحم والديه، ما مرضت ما قريتش، بطلت، ما قعدت في الدار، كرهت القرايه كي مرضت بطلت. تو الحمد لله مدام هاجت لقيتنا وياه قالت لي تنقري، لصقت فيها، عدنا فرحانه، قد ايام ان شاء الله يسهل لها. هي وسي معز عطانا المدرسه وقال لها قري، الحمد لله فرحانه، وان شاء الله ربي يفرح كل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش تشوفي في الحياه بعد لقريتي؟ والله تحسنت، ولت نعرف، ولت نكتب، حتى تبعت لي بنتي ماندا نكتبها، نمشي نهزها من البوسطه، وليت نصب التيكيك في التليفون، نعرف الاسامي نتاع اولادي وبناتي وجيراني كلها في التليفون. الحمد لله يا رب. استرجعتي ذكرياتك وقت اللي رجعتي، وقت اللي كنت في المدرسة في سن 6 سنوات، استرجعتي ذكريات السمحة هذه؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي ان شاء الله يسهل كل مؤمن ان شاء الله، وربي ينجح كل مؤمن ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وربي يخليكم انتم زيدوا الكل ان شاء الله، ويخلي مدام هاجر ونشكروا سيدي معز الحق اللي عطاها. نابر رجليه توجع فيا كي قرب لنا المدرسه لهنا، فرحانه الحق، جيت نجري قلت لها نقرا لهنا، نسكن بجنب المدرسه. انا الحمد لله والله الحمد مدرسه في وسط الحومه الشعبيه، معناها حتى امهاتنا ما يتعبوش في التنقل ويبقوا يمشوا زهيتنا. وحتى امس انا كنت متغيره شوي، وجتني امس سحلت لي وقالت لي كان ترجع هي. هما دما قاعده هكا على السدايه، وتو نشوفوا بقيه الحلقه كيفاش قاعده على السدايه والماكله العربي بالطبيعه، مش برشا قرايه، اما قرايه وتوسيع بال وتتعلموا حاجه. الحمد لله الحمد لله، وليت نطلع الكلمه، وليت نقرا، وليت نفهم الحق. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله، ويعطيكم انتم الصحه وربي يخليكم. يعيشك، يعطيك الصحه، يعيشك طول عمرك ان شاء الله، يعيشك. محلاها دعوات الحاجه تركيه ان شاء الله، ربي يعطيهم هما بطول العمر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله نوصلوا نقروا ونكونوا قال ان شاء الله، وربي يسهل لنا ان شاء الله في الشفاء رجلينا ان شاء الله، ولمتي محمد الكل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا يعيش. ان شاء الله. مرة أخرى نعود ونقول لكم إنه مش كان كبارنا راهم مقروش للأسف، فما حتى شابات وشبان ما أسعفهمش الحظ إنهم باش يقروا. وخير دليل على كلامي اللي كنت نقول لكم فيه هما الشابات اللي قاعدين بجنبي اليوم. خلينا نتعرفوا عليهم ونشوفوا شنو هي الأسباب اللي ربما ما خلتهمش يدخلوا يقروا، وكيفاش هما زادا يشوفوا في الحياة بعد لخاضوا التجربة السمحة هذه. مرحبا بيك مدام. سناء اسمي. مرحبا سناء. يعيشك. انتي صغيرة في العمر، تلاقيتي في قسم مع نساء ربما يكونوا أماتك وإلا جداتك، كيفاش كانت التجربة معاهم؟ بالعكس، حسيت كأن كل نفس العمر، حسيت خواتي مش أماتي، ولا مش حاسة. شنو السبب اللي ما خليكش تقري؟ ظرف خاص. كنتي تحبي ترجعي تقري وإلا قلتي كهو ما قريتش كهو؟ لا أنا كان نلقى مش نقرأ برك، كل شيء اللي ما عشتوش يعني في أندادي كنشوفهم كيكاك، يعني كيفاش هم وكيفاش أنا نتمنى أي حاجة ريت نتمنى وصلت، مش حسد ولا حاجة، ما وصلت كان نلقى نخطفها. خاطر تحرمت منها وحستها، ما كذبش عليك، في وين نمشي حستها بصفة غريبة، كل غصة كانت في قلبي، أما تو الحمد لله حسيتها، بديت نتفرهد. كيفاش تشوفي في الحياة بعد دخلتي للمدرسة؟ شفتها بنظرة أخرى بصراحة، شفتها تفائل، ثم ثقة بالنفس ما كانتش عندي، حسيتها بدأت تكبر. تحبي تكملي إن شاء الله قرايتك؟ أي اللهم ربي هالزمان تك حاجة أخرى طويل إن شاء الله. أي إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. إذا باش نشوف على يساري الأخت الفاضلة فريال حلي. فريال، كيف ما كنت نحكي مع زميلتك توا، انت زاده ما جاتكش الفرصه انك تدخلي المقاعد الدراسه وانت في السن العادي معنا 6 سنوات؟ لا انا قريت الرابعه ابتدائي لهنا ديجا في نفس المدرسه مدرستنا. جايلي ظرف طارئ ما نجمتش نكمل،
ومن بعدها كي لقيت تعليم الكبار ثم عبيد قالوا لي لا ما تقريش وانت مازال معناها علاش تقري وكذا. اما انا حبيت نقرا وحبيت نطور من روحي ونحب ما اكثر زاد نحب فورماسيون زيد نحب نعمل فورماسيون نحب نعمل برشا حاجات انه انا بالحق بزلت صغيره في السن. مازالت الحياة مازالت الحياة قدامي وانا واثقه من انسه هاجر باش تعمل لنا ما اكثر من هكا. سمحة تجربة العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع سنوات، ربما بقيت زميلاتك ما دخلوش للمدرسة بتاتا، ولكن أنت المدرسة اللي قريتي فيها وأنت صغيرة رجعتي لها بعد ربما 10 سنوات على الأقل كي من 2006 سنوات. أي سنوات. كيفاش كانت التجربة؟ كانت تجربة إني بحال أول نهار جيت قريت فيه أول لك استرجعتي ذكريات السنة الأولى ربما. أي سنة ثانية جيت لها مش سنة ثانية. تحبي تكملي؟ نحب نكمل. أي نحب نكمل ونحب نقرأ برشا لغات أخرى زاد. معنا توا المربية الفاضلة الأخت هاجر بن ناصر اللي كانوا تلامذتها الكل يشكروا فيها، باش نشوفوا زاد معها هي كيف جتها الفكرة إنها تحل قسم وتبادر بالحاجة السمحة هذه وتدخل برشا عباد ربما تحرموا وكانت حلمتهم الوحيدة إنهم يرجعوا يقروا. مرحبا بيك مدام. أهلا شيء أختي سلام لاباس. يعيشك. مرحبا بيك وبكل متابعي صفحة قفصة اليوم، خاصة في مركزنا اليوم اللي هو مركز تعليم الكبار بقفصة بمدرسة حي المنزه راس الكيف. نتعلموا فيه كل ما هو أبجدة وأنشطة ومهارات في المركز هذا. هاجر كيفاش جاتك الفكرة إنك تدخلي للميدان تعليم الكبار؟ أنا الفكرة راهي ما هيش جديدة، أنا راني لي تو تجربة 8 سنوات معناها في العالم هذا نتاع تعليم الكبار والدراسة مع الفئة العمرية الكبيرة. لكن السنة فيها فئات عمرية صغيرة شوية في السن ونستقطبوا كل ما هو الناس منقطعة على الدراسة وما قروش خلاص. كيفاش لقيتي في معناها ردة الفعل الأهالي نتاع منطقة راس الكيف؟ تقريبا كلهم قالوا إنهم رحبوا بالفكرة هذه. أنت كيفاش ريتي أول مرة أول ما دخلتي؟ شنو اللي ريتي من الأهالي؟ صحيح الساعة أول حاجة احنا رانا البرنامج نتاعنا معناها ما هوش كيف المعلمين معناها يبدو في المدرسة والتلامذة الصغيرات يجوهم، لكن احنا البرنامج نتاعنا احنا نستقطبوا الفئات المنقطعة على الدراسة واللي ما قرتش جملة. خرجت الصيف كامل نستقطب معناها في الناس اللي باش تقرأ. أول مرة الحق في بالي مانيش باش خفت الحقيقة معناها كيفاش باش نستقطبهم معناها وين بلاصتهم، لكن ما راني أول ما خرجت معناها في المنطقة هذه نلقى فئات برشا الصغيرة في العمر والكبيرة اللي ما قروش واللي قروا بطلوا واللي معناها كانت معناها مصدر ترحاب الخرجة هذيك اني نستقطبهم وكل تفاعلوا معايا ولميت معناها ديجا النومبر اللي حاجتي به العدد المعين. معناها قداش عندك انت تقريبا من تلميذة توا؟ اول ما بديت خاطر احنا دو جروب، اول ما بديت 7 معناها كل جروب فيه 7، توا ما شاء الله كل جروب فيه 14 12 معناها جوست ساعات غيابات نتاع كل حاجات معناها كل واحد ساعات عندها الظروف خاصة. حسب رايك انت شنية كانت فرحة ربما الامهات اللي دخلوا يقروا؟ لقيتي صعوبة معاهم؟ وشنو ناوية ان شاء الله في المستقبل كبرنامج تنجمي تقدميه لهم؟ الحقيقة تعرفي ريتي الفرحة اللي في وجوههم بالحق نروح انا بيدي معناها فرحانة برشا، وهم كي نجي نلقاهم هكاك نقدم في الدرس، نقدم في الأنشطة، نقدم في الحاجات اللي باش نضيفها لهم، هم يضيفوا لي وأنا نضيف لهم أكثر وأكثر. ديجا عملت معاهم برشا أنشطة، عملنا مسرحيات معنا بالرغم العمر معناها هكي شفتي، لكن هم متحمسين معناها متحمسين للحاجات انهم يتعلموا، متحمسين. تصوري انت معناها عبد معناها مخ تحطي فيه الحاجات الكل بتلمو معناها ما فماش معناها مساكن مقروش. تعلموا برشا حاجات بخلاف الحاجه هذيك. عملنا مهاره جديده وانشطه جديده اللي هي النسيج، فكره المرقوم،
باش هم على الأقل كي تخرج على الأقل تقول راني قريت وتعلمت حاجة تكون لهم حتى انهم يحلوا بها مشروع سورس نتاع انهم يخدموا معناها يهزوا بها الشهادة هذيك يهزوا بها على الأقل حتى قرض والا معناها باش تنجم تلقى روحها معناها في سوق الشغل. شكرا يعطيك الصحة يا لالا يعيشك يعيشك بكم مرة أخرى يعيشك. توا موجودين في بيرو سيد المدير مدير مدرسة حي المنزه براس الكاف قفصة سي معز سليماني. مرحبا بك. مرحبا بك اختي شيماء ومرحبا بجمهورك العريض ديما نتبعوا فيك في قفصة توداي ونشكرك على الزيارة اللي زرتيها لنا هذه. نشكركم الكل مرحبا بكم وسوي البيانفيني شينو. يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. كان تحكي لنا على تجربة تعليم الكبار اللي خضاها كبار المنطقة هنا في المدرسة هذه، كيفاش جاتك الفكرة باش تحل لهم الباب؟ والله باش نكون معك صريح اختي شيماء، الفكره هي ثم المؤطره نتاعهم اختنا هاجر بن ناصر هذه جت اتصلت بيا قالت لي راني نحب نعمل قسم تاع تعليم الكبار وكنت في المولى. قلت لها باس هكا خديناها فهمتني. صحيح احنا نجم تشوفي البلان لاسال عندي لي بلان لاسال عندنا مشكله في القاعات فهمتي ولا لا، خاطر مدرسه كبيره فيها 680 تلميذ وعندنا 13 قاعه فهمتني ولا لا. انتم اليوم وقت اللي بديتوهم راهم في قاعه التحضير هذيك يعني نهار اللي يجوا هم كيما كان باش يعملوا نشاط واحد فهمتوا كل نولي فاضيلهم قاعه التحضير كل مره فاضيلهم قاعه. تبارك الله عليها اخت هاجر كانت خدمتها سمحه ياسر واثرتهم النساوين ولو يجوني لهنا البير ويوروا لي كراساتهم وصح لهم فرحانين ودخلوا علينا البهجه ودخلوا علينا السرور دخلوا حياه المدرسه حياه اخرى المدرسه. فرق كبير ما بين الصغار والكبار، فرق عمر تقريبا اقل حاجه نجم يكون 45 سنه حسب ما رينا، ما بين الصغير اللي يقرا على اليمين والصغير اللي يقرا على اليسار معناها اوليائنا اماتنا. لا ثم وليدات صغار يجوا يوصوك على امهم يقول لك راهي امي تقرا في تعليم الكبار شنيش عامله فهمت ما شاء الله. وهم نفسهم زاد قربوا لذريتهم اكثر هنا يعني كيما نقولوا شيماء اختي نعيشوا في عائله محيط عائلي عائله مع بعضنا كل موجود الكبير والصغير كيما كانت العائله نتاعنا قبل فك الحوش العربي نلقوهم الكل تلقى الخال والعم والعموم كلها الناس كل الجينيراسيون كل نعيشوا مع بعضنا ونحترموا بعضنا ومحلاها هذيك. يمكن هذه مع اختنا هاجر دخلت فينا شويه اكل العيشه نتاعنا قبل تاع القفاصه استرجاع الذكريات. اذا انت معناها كاجتهاد منك ما خليتش نقص القاعات كعائق انه لا بالعكس فساعات تجاوزته تحاول ديما كل بارك الله فيهم حتى خدمتهم كانت سمحه ياسر. والمره الاولى جاهم شويه تراك وقت اللي بدوا يخدموا في الغناء العربي واحد والكل وليت نجي نحضر معاهم انا بعد تالي اقترحنا يجوا شويه تلامذه يحضروا باش نحينا لهم التراك تبارك الله عليهم توا ولوا مشوا عملوا في المضيل مشوا عملوا ريناهم في برشا تظاهرات تبارك الله عليهم شرفونا ونورونا ونوروا المدرسه. يعيشك الله ينورك يعطيك الصحه يا سيدي. اذا كيف ما كان يحكي لكم سيد مدير المدرسه سي معز سليماني المدرسة هذه مختلفة على بقية المدارس. هذه حلقتنا كيفاش كانت اليوم من برنامج حديث الشارع مع شيماء. في الحقيقة حلقة كما قلت في البداية هي حلقة سبيسيال على الآخر. كنا مزجنا ما بين الفرحة وما بين استرجاع ذكريات ربما تكون قاسية على أمهاتنا اللي تحرموا من القراية وهم صغار، ولكن الحمد لله عوضهم ربي ورجعوا يقروا في عمر كبير. كنا سمعنا برشا روايات منها اللي باباها وربي سامحهم الناس الكل اختار انه يقروا الاولاد على البنات وفما شكون المرض منعه باش يرجع لمقاعد الدراسه، ولكن بفضل ربي ومدير المدرسه مدرسه حي المنزه والمربيه الفاضله الاخت هاجر اللي رجعت لهم بنفس جديد وعطتهم نفس جديد باش يقروا وباش يكونوا ذو حظ انهم ربما يدخلوا العالم الدراسه وما يكونوش مختلفين برشا على بقيه العباد. دونك هذه حلقتنا لليوم كيفاش كانت حلقه سبيسيال على الاخر. شفتوا برشا حاجات متميزه وفقط ملاحظه بسيطه زميلي علاء اللي الحلقه اليوم تصورت والامهات قاعدين يعملوا في السدايه
حبينا نقول لكم انه راهو مشكل معناها حصص للقرايه اكا، وفما حصص زاده لتعليم المهارات وتعليم حاجات كيف ما السدايه، وكان الحصه تاثت بالماكله العربي متاعنا، بالمتبقه، بالخبز العربي، بالزيتون متاعنا، باش يحسوا هكا انهم هم حتى لو كان يقروا ولكن ما همش بعاد برشا على طابع نساء كبار السن. كان كذلك البخور كان موجود معنا. دونك هذه حلقتنا كيفاش كانت اليوم. تحيه كبيره لزميلي علاء الدين الحاج علي. بسلامه.